مصنع في حمادي يثير جدلا واسعا بعد تداول مقطع فيديو صوره عامل جزائري من داخل الورشات، حيث ظهر في التسجيل عدد كبير من العمال الأجانب الذين قيل إن عددهم يصل إلى 200 ويعملون بصفة غير شرعية. المقطع انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشعل موجة من الأسئلة حول الوضعية القانونية للمصنع وحقيقة ظروف التشغيل داخله. وبينما لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الادعاءات، بقيت القضية معلقة بين رواية العامل الجزائري الذي وثق المشهد وبين صمت الجهات المختصة، وهو ما جعل الرأي العام يطالب بتحقيق شفاف يكشف الحقائق ويوضح ما إذا كان هناك تجاوز للقوانين المنظمة للعمل والإقامة في الجزائر. فالقضية لا ترتبط فقط بالبعد القانوني، بل أيضاً بسلامة العمال وظروفهم المهنية، إضافة إلى انعكاساتها على المنافسة الاقتصادية والجباية الوطنية. وفي غياب توضيح رسمي تظل التساؤلات مفتوحة بين من يرى في الفيديو دليلاً على تجاوزات خطيرة، وبين من يشكك في دقته ويعتبره مجرد ادعاء يحتاج إلى إثبات.